صباح الفل. في لحظة كده في كل فيلم أو مسلسل هتلاقي إن الكاميرا بتقرب واحدة واحدة على الممثل لحد ما يبقى الكادر مفهوش غير وشه حرفيا، وفي الأغلب بنشوف ده في المشاهد المؤثرة والمشاهد اللي البطل فيها بيعيط. السؤال هنا بقى، ليه كل ما العياط يقرب الكاميرا كمان تقرب؟ في الحلقة دي بقى من شرح مفصل هنتكلم عن إيه هي الكلوز أب أو الكادر القريب. جهز بقى كوباية الشاي الجميلة وانزل بالتتر يلا. لو جينا نتكلم عن التصوير هنلاقي إن المخرج بيقول المعاني بتاعته من خلال التصوير، أو بشكل تاني حركة الكاميرا بتقول معاني كتير. وخلينا هنا بقى نتكلم عن حاجتين. أول حاجة وهي زاوية الكاميرا. زاوية الكاميرا مثلا لو هاي أنجل فالشخص هيبان حجمه صغير، ودي بنستخدمها لما بنبقى عايزين نبين إن الشخص ده ضعيف ومظلوم. وفي زاوية تانية اسمها اللو أنجل، وهنا الشخص بيبان كبير وضخم، وفي العادي بنستخدمها عشان نبين قد ايه الشخص ده ظالم وقوي. وفي زاوية تالتة اسمها 45 درجة، وفي زاوية اسمها من منظور الشخص، وفي غيرهم كتير. الحاجة التانية بقى واللي هنتكلم عليها بشكل أكبر هي حجم الفريم أو حجم اللقطة. يعني احنا مثلا قلنا إن في زاوية اسمها 45، لكن حجم الفريم بقى قد ايه؟ خلينا نتكلم بالتفصيل في الموضوع ده. أول حاجة وهي الستابل شوت أو بالعربي الكادر التأسيسي، وهي بداية أي مشهد، ومن خلاله بنفهم ايه المكان اللي هيحصل فيه المشهد، وبيبقى واسع جدا زي ما احنا شايفين. 2. الوايد شوت. في الوايد شوت بنشوف كادر واسع بس بنشوف فيه شخص عشان نفهم علاقة الشخص ده بالمكان، عكس الستابل شوت اللي بيبقى عبارة عن انه يوريك المكان. 3. الميديم شوت او اللقطة المتوسطة، وهي الاشهر في عالم التصوير وبتستخدم كتير جدا لانها مش درامية قوي زي الكلوز اب اللي هنتكلم عنها بالتفصيل كمان شوية، ولا هي بعيدة زي الوايد. هي بتستخدم كتير لان الناس في الكادر ده بيبانوا في حجمهم الطبيعي، فعشان كده هتلاقي نفسك بتشوف الكادر ده كتير قوي. 4. الكلوز اب، وهو موضوعنا النهارده، هو الكادر الاعظم من وجهة نظري طبعا لو استخدم صح، مش عمال على بطال. واخد بالك انت؟ ها؟ الكادر ده مناسب جدا لتغيير الانفعالات والتركيز عليها. اغلبية المشاهد اللي بيبقى فيها كلوز اب دايما بتبقى مركزة على عين الشخص عشان يوريك انفعاله بشكل اقرب. يعني هنا مثلا في المشهد ده من فيلم الجوكر هتلاقيه بيوريك كلوز اب للبطل عشان تحس وتعيش معاه اكتر في معاناته. برضه الكلوز اب بتبقى حلوه جدا في المشاهد اللي فيها ناس بتاخد قرارات، بتخليك دايما متوتر ومشدود، عكس لو المشهد ميديم او الشوت واسع هتحس انك مرتاح، لان كل ما الكاميرا تقرب كل ما انت تحس بخنقه اكتر، فعشان كده هي مناسبه قوي في المواقف دي. حاجه مهمه برضه هو ان الكلوز اب مش لازم تركز على العين، هي ممكن تبقى كلوز اب على حاجه فتدينا احساس ان الشيء ده هيحصل من خلاله حاجه دلوقتي، او المخرج عايز يقول لنا ركزوا على ده او يوصل معنى معين. يعني هنا مثلا في مسلسل الاصلي اللي كان من اخراج احمد حسن، المخرج بدأ المشهد بكلوز اب على ايد بتعد الفلوس عشان يوصل لك ان الشخص ده شخص مادي جدا ويبيع ابوه عشان الفلوس. المشهد ده مثلا من فيلم الفرح هنلاقي ان اول مشهد لحسن حسني هو كلوز اب على ايده وهو بيحاول يدق مسمار. المخرج عايز يوصل لك انه متجوز واحده صغيره وكده يعني. امتى بقى كل اللي قلته ده ملوش لازمه؟ لما يبقى الكلوز اب مجرد كادر بلا معنى، كادرات ضيقه قدامك عشان تعمل سسبنس، مع انه مش ده هدفها الوحيد زي ما اتفقنا، ومنه لله اللي كان السبب. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده من برنامج شرح مفصل.